اخيرا الاهلي ينتصر في ملعب دار السلام. الحمد لله، مكسب مهم، مكسب خارج الديار في الشوط الاول للمباراه. انا بعتبر الشوط الاول. عندنا الشوط الثاني ان شاء الله هيكون هنا في استاد القاهره يوم الجمعه اللي جايه. ان شاء الله الاهلي يكمل فرحتنا ونكسب هنا المباراه ونقدر نتاهل لقبل النهائي كالعاده. اللعيبه النهارده عملت مباراه بدنيا استثنائيه. ملعب صعب، اجواء صعبه، مش المره دي بس، طول عمر الملعب ده صعب. وطبعا مكسب مهم جدا للعيبه النادي الاهلي وغالي جدا لكولر. مكسب مهم جدا على بن شيخه مدرب فرقه سيمبا اللي هو كسب كولر في كاس السوبر الافريقي. الحمد لله، مكسب مهم. كوكا كان هايل، شوبير كان شابوه، ربيعه، عبد المنعم، هاني، معلول، البودلة، طاهر، قفشه نزل غير الملعب زي ما انا قلت لحضراتكم، عمل استحواذ للنادي الاهلي، رجع تاني السيطره للنادي الاهلي هو ورضا سليم. مسكنا الكوره، الفرص بقت تروح قليله على شوبير. شوبير النهارده في الحاجات اللي راحت له كلها كان 10/10. كان متفوق بشكل كبير جدا. مروان عطية انهك وخرج عشان الانذار، ما كناش في حمل طرد ولا كلام من ده. الحمد لله كولر النهارده اتاخر بالتغييرات للدقيقه 70. انا كنت عايز التغييرات تبقى في الدقيقه 50 او 60 بالكتير، بس مش مشكله. الحمد لله النهارده هو لعب تكتيكيا مباراه استثنائيه، قدر يطلع منها باللي هو عايزه. الحمد لله ما كانش فيه اصابات. الحمد لله، عوده السوليه من جديد. الحمد لله. يعني انا كان نفسي كهربا يخلص المباراه بعد ما نزل. انفراد قفشه عمله له، مفيش اجمل من كده. كره تانية هو رقص فيها وعمل فيها فنتات ممتازه. الحمد لله على المكسب. في حاجات كتيره كولر هيشتغل عليها، وفي حاجات كتيره حابب ان انا اقول لكولر شابوه عليها. بصراحه كان محتاج يريح قفشه من بدايه المباراه فعلا، لان هو انهك مع المنتخب. ما كانش ينفع يبقى عبد المنعم ومروان وقفشه، الناس اللي لعبت الماتشات كلها مع المنتخب، تكون موجوده في الملعب، لان ده كان هيشكل ضغط كبير جدا في العمود الفقري بتاع الفرقه. بس الحمد لله هو نجح في الطريقه ونجح في الشكل ونجح في النتيجه، واخد من المباراه اللي هو عايزه. مليون مبروك لكل جمهور النادي الاهلي. نهايه الشوط الاول في تنزانيا في ملعب السلام اخيرا بمكسب النادي الاهلي 1-0. وان شاء الله المكسب يكمل في مباراه العوده في الشوط الثاني في القاهره. وان شاء الله ان شاء الله الاهلي الى قبل النهائي كالعاده ودايما مفرحنا. وكل سنه وانتم طيبين، وسهره رمضانيه جميله عليكم كلكم يا احسن جمهور لاحسن نادي في الدنيا. سلام.